أمر لقمة تاكلها هي اللي تجي من تعب غيرك وتنام مرتاح وتنسى صاحب الفضل اللي قدرك بيه. القهر مو من تخسر فلوسك، القهر من تمد ايدك الواحد وتقدره وهو ينكر هذا الشيء. يجيك مكسور ومحتاج ويحلف لك بأعز ما يملك وحتى بأولاده، بس تفرج أجي أسددك. طبعا أنت راح تنطيه مو لأن فلوسك زايدة، بس لأن ابن الأصل ما يرد واحد يدق بابه، ومن يجي وقت السداد هنا راح تنكشف الوجوه وتغير الحكي. يبدي كلامه يتغير وياك ويتهرب والموبايل ينغلق، وبيوم اللي تواجهه وتطالبه بحقك راح تنقلب أنت الظالم وهو المظلوم. والمشكلة مو بس بالفلوس، المشكلة بالخذلان. أنت من يجيك واحد بتقدره وتوقف وياه ويطلع هو شايف كل طيبتك هاي فرصة حتى ياكل تعبك، هنا قطع كل سبيل المعروف ويا العالم. وخلوها في بالكم، أغلبنا يمر بظروف ويمكن تحتاج، وهو الدين هو أكبر اختبار للأخلاق والضمير. تشوف الوفي من يجي يسدد بوقته ويرجع الحق لأصحابه راح يكبر شانه بين الناس ويكبر بعينك. أما المماطل حتى لو وفاك بعد سنة من انكسرت الثقة بينك وبينه انتهى الموضوع، وش مهما كبر يبقى صغير بعيونك وبعيون الناس. هذا صوتنا وهذا واقعنا، وتذكروها ترى حكينا ميزان ذهب. وسلامتكم.